السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نحن واقفين بقالنا ساعتين ما عملناش حاجه. الله ينور ابو رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. ضربة البداية في يوم النهاية، اليوم اللي هنشطف فيه البرجين بتوعنا وهنلونهم باللون الابيض وهنسلمهم لاصحاب الابراج. ربنا يبارك لهم ويطعم لهم خير. بسم الله ما شاء الله. شايفين الشغل اللي احنا كنا عاملين عليه فيديو ومنزلينه قبل ده؟ هو ده بسم الله ما شاء الله البرج اللي كنا بنتكلم فيه ونحكي ان احنا نفذنا برجين. النهارده بنشطب بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه الشغل اهي. ارتفعنا بالابراج ديت 10 متر لكل برج بسم الله ما شاء الله. الله ينور يا معلم رمضان حبيبي الغالي واخويا الغالي واخويا الكبير اللي دايما سند وظهر في كل شغلنا الحمد لله. كده احنا دخلنا في مرحله اللي هي مرحله اللون. لون الابراج يعني اللون اهوت الراجل طالع فوق. طبعا ما يقدرش يطلع فوق الا اذا كان الف مطمن وعارف هو واقف على ايه وشغله ايه. شايفين يا جماعه لقطات فيديو ممكن يكون مش متركب حلو ولكن شغل شارح نفسه بنفسه بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه في اقل من دقيقه وبركاته رجعنا وصلنا للشغل وشغالين بسم الله ما شاء الله. شايفين الشغل البرج منور وعنابر الحمام في مصر البرج منور جينا ونفذنا الشغل مرسوم وشطبنا كأنه لوحه وفي فنان ماسك ريشه او فرشه وجنب برسمها بسم الله ما شاء الله. برجين حمام بسم الله ما شاء الله اللي بنبرج الحمام الحمام اللي تحت ده اسمها تربيه او حضانه عشان الزغلول لما تقع تعرف تحبيك بشكل بسم الله ما شاء الله. الفخار والشغل والحاجات والمنتجات والحلويات ما بتطلعش الا من الناس الحلوه اللي هي عارفه وواثقه من شغلها بسم الله ما شاء الله. بس كده ده اللي انا هقوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بشغل جديد من مكان جديد. شغل اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. جينا ونفذنا وخلصنا وشطبنا وبنعمل فينش الابراج الحمام بالمنطقة اللي احنا مش هنقدر نقول على اسمها. برجين حمام بسم الله ما شاء الله. حلوين خالص. تربية بشكل ممتاز. تحبيك بشكل عالمي. شغل بشكل رائع. تصميم خيالي. شغل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة خلصنا البرجين الحمام تنفيذ اخوكم خالد الفخراني اللي بنبرج الحمام وعنابر الحمام. الشغل اللي احنا عملناه البرجين اللي احنا نفذناهم الحمد لله فضل ونعمة خلصناهم خلال شهر. ليه شهر؟ لان احنا كنا من شروط التنفيذ نشتغل بنية معينة كل وقت معين. يعني احنا ما ينفعش ندخل يوميا المكان ده. مكان حيوي في صعب الدخول اليه او بيبقى محدد الدخول اليه. في عدد وكميات حمام بسم الله ما شاء الله كتيرة جدا. ولكن التزمنا بالمكان والتزمنا بالتعاقد او الالتزام اللي علينا واشتغلنا الحمد لله فضل ونعمة. معانا الراجل اللي كان معايا من ضمن فريق الاشراف والمتابعة والتنفيذ اللي ما سبناش لحظة من اول يوم تنفيذ. اللهم صل وسلم وزد وبارك. كابتن منى حبيبي هيقول رأيه في شغلنا بما يرضي الله. احنا عملنا ايه ونفذنا ايه واتكلمنا ازاي وجينا ازاي. قول يا باشا شغلك. والله العظيم الراجل ده يعني مش عايز اقول لكم ايه. من احسن الشخصيات اللي اتعاملنا معاه وبسم الله ما شاء الله. يعني شغله زي ما انتم شايفين كده حاجه بسم الله ما شاء الله تشرف بجد يعني. الله يبارك لك يا كابتن. الله يبارك لك ويطعمكم خير وان شاء الله تكون بداية شغل كتير دايما احنا بنسعى ليها ان احنا ان شاء الله لما بندخل مكان والله الحمد لله مش شكرانية
بندخل مكان بسم الله ما شاء الله بنسيب خير وبنسيب بصمه خير في المكان ده، واللي بيشتغل معانا بيشتغل تاني وتالت ورابع وعلى طول باذن الله تعالى. لما هنيجي نتكلم عن الشغل لحظات، لما هنيجي نتكلم عن الشغل، حبكنا البرج بتاعنا بسم الله ما شاء الله. بصوا منضفين ازاي، مسكنا البرج نضفناه، عملنا التربيه بشكل محترم علشان الحمام اللي هيوجع زغاليل من فوق تعرف تلاقي مكان تسكن فيها. البرج منور منور، البرج منور، احنا الساعه 4 العصر، البرج منور بسم الله ما شاء الله من اوله لاخره رايق، والبرج طالع فايق، والبرج طالع مش مكتوم ولا مضيق بسم الله ما شاء الله. برج متحبك من اول فخاره اهي بسم الله ما شاء الله، برج متحبك من اول فخاره ده اهي 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 متحبك، مفيش نغميشه، مفيش خرم، مفيش هبابه، مفيش اي حاجه تعرف تسكن فيه لحد اخر سجاله فوق سجاله الجبوه. ما سبناش فخاره لازقه فخاره الا لما حبكتها بالشكل المحترم ده اهو، طلعتها بالشكل المحترم ده اهو، طلعتها بالشكل الحلو ده اهو. ندي ارتياحيه للحمام يشتغل، نخلي الفخاره ده اهي من جوه مرطبه، نخلي الزغاليل عايشه في جو كويس، نخلي الحمام فايق ونضيف وحواليه نضيف، نضمن في الاخر انتاج شغلي مظبوط الحمد لله رب العالمين. ده تصميم للبرج. طب يلا نروح البرج الثاني ونشوف الكلام فيه. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا هندسه. هنتكلم نفس التصميم، نفس التصميم، الحضانات، الفخارات، نفس اللون، نفس البياض، نفس الشكل، نفس الخشب، نفس طريقة التنفيذ من الألف للياء. الحمد لله أهو. لما جينا عملنا واتكلمنا أهو من أول فخارة لحد آخر فخارة ما سيبناش فخارة إلا لما قفلنا عليها وحبيتنا عليها. الخشب بتاعي خشب تمام، ما بنبنيش بجزورين. جزورين غلط، برجك غلط، ما بنش ليه؟ لأن ده هو خشب ده هو لو قعد 100 سنة في البرج، لو قعد 100 سنة في البرج الخشب ده أبيض ده هو يزيد حسن ويفضل بقوته وبعزمه كامل طاقته، ما ينكسرش وما بيسويش حاجة حلوة وألف الألف. القعدة دي من جوه مش هنعمل فيها أي حاجة، من بره البرج هيتلف سيراميك، الباب هيتركب باب بقفل أملس من بره. طبعا احنا بيضنا بشكل محترم. تعال نبص يا كابتن، تعالى تعالى يا باشا بسم الله. هات البراك بتاعتك ووري ومتع الناس بالشغل. الحمد لله. برجين كل برج لا يقل عن 7 متر ل 8 متر ارتفاع بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لصاحبهم واصحابهم ويجعلهم بدايه خير للمكان ده. انا مش هنتكلم ولا هنقول اكتر من اللي انا قلت. شاكر للمتابعه ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم بينا. الحمد لله. تليفوننا مكتوب على الشاشه 010 6910 4196. ده اللي انا هنقوله، مش هنطول كلمه عليكم. لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان نشوف كل جديد وحصري من قناه اخوكم خالد الفخراني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.